السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا مساء الفل والياسمين على متابعينا الجمال الحلوين. النهاردة نبدأ معاكم يوم جديد. أبو سلام جاب كيلو لحمة، قال لي اعمل لنا لحمة النهاردة. أنا جبتها هي وأبدأ معاكم بقى أغسلها كويس اهي يا جماعة. وطبعا زي ما بنقول على طول دايما احنا يا جماعة هنخش مع بعض كده ونتكلم مع بعض. طبعا زي ما بنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا بنشكر اخواتنا وحبايبنا اللي دعمنا في القناة وعايزين نطلب منكم المزيد يا جماعة. تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد مننا. وطبعا احنا عارفين ان جودة التصوير مش احسن حاجة، ولكن احنا والله بقدر الامكان بنحاول نطلع لكم كل حاجة احسن ما يكون، يعني على قد امكانياتنا، وعشان نوصل الصورة لكم تكون جميلة وحلوة. وطبعا انتوا شرفتونا وان شاء الله هنكبر بكم. والحاجة ام اسلام معاكم اهي. كده غسلناها كويس يا جماعة، كده غسلناها غسيل كويس اهي، ونبدأ بقى نحطها على النار. يلا بينا ماشي اهي. يا حاج. حضرنا اهي، حطينا الحلة على النار. ابدأ بقى اشوحها اهي يا جماعة. طبعا الحاجة ام اسلام لها التاتش بتاعها يعني، ولها حاجة مختلفة شوية. انا بصراحة ما بحبش اكل اي حد خالص الا من اكل الحاجة ام اسلام. خلاص اتعودنا بقالنا 27 28 سنة اهوت لا لسه 26 سنة. والايام عدت بسرعة والله، كانت ايام حلوة وجميلة. ادي هي كده تاخد بقى الصدمة بتاعتها ونحطها كده تتشوح كده مع نفسها. في بقى بيعملها بقى بطريقة انا برضو بحبها برضو، عايزين اعملها برضو المرة الجاية. اعملها برضو اغلي لها مية. في بقى بيغلي مية ويحطها كده ايه، يحط اللحمة فيها بعد ما المية تغلي. انا بحب، وفي بيحب ايه يشوح. في طريقة كده وطريقة كده زي ما انت عايز، يعني بعملها الاتنين يعني. هاي كده تحطها كده وكده تاخد الصدمة بتاعتها. بس هي شوية كده يا حاجة ما بتفقدش المذاق بتاعها ولا الفوائد بتاعتها، صح؟ لا كده اكون محضرة معاكم البهارات بتاعتها. بكون بهارات لحمة، كبابة، حبهان، ورق لورا، فلفل اسود. وانا كمان ما بحبش البهارات كتيرة، بحبهاش يعني ايه كتيرة في الاكل يا جماعة، لان كتري بهارات بتغير الطعم شوية. يعني انت ما تقللي البهارات بتحس بطعم الحاجة او تحس بطعم اللحمة، بتحسي ايه بتبقى احلى. طبعا فانت ما تكتريش بهارات عشان ما تبقاش ايه زايدة كده في الاكل. وطبعا احنا بنحب حاجة البساطة يا جماعة. الحاجة البسيطة ديت وعلى الطبخ على الطبيعة، يعني الحاجات كتير زيادة عن اللزوم ديت بتفقد الحاجة المذاق بتاعتها زي ما قالت ام اسلام. وطبعا عايزين تبقى الحاجة طبيعية، ما يخش عليها اي حاجات تانية يعني. ده بالنسبة لنا يعني، لكن ممكن في ناس تانية الاكل ده طبعا اذواق واختيارات. يلا نبدأ بقى نغطي عليها ونسيبها بقى مع نفسها كده شوية. قول يعني. كده بقى نشوفها كده ونبدأ نقلبها كمان مرة اهي يا جماعة. كده شوفوا كده خدت الصدمة بتاعتها اهي. شوفوا يا جماعة اهي كده خدت، لوحناها اهي. هكون بقى محضرين معانا حبيتين طماطم وبصلتين نحطهم برضو عليها، وتاخد لها برضو ايه تشويحة كمان. نبدأ نسيبها برضو ايه شوية كده كمان تشويحة
اهي كده مع نفسها شويه عشان تتشوح مظبوط والميه تنشف منها. ايوه مش كده يا حاجه؟ الميه اللي بتبقى بتبقى تحت في الارضيه دي تنشف منها، ونسيبها بقى مع نفسها شويه كده بقى. نشوفها كده، نقلبها كمان مره يا جماعه نشوف الميه نشفت ولا لا. اهي نشوف الميه نشفت، بدات تنشف اهي، نشفت من عليها. اللحمه دي يا جماعه في لها طرق كتير. مثلا احنا حابين ان احنا نعملها كده بشوربه، في ناس بتحبها تعملها في بسله، بتعمل كباب حله، طرق كتير، ولا كل حاجه لها عمايل كتير، وزي ما الناس بتحب وزي ما تشتهي، زي ما هي عايزه او زي ما اولادها عايزين. احنا طبعا احنا بنسميها شوربه او مرقه كده يعني، لا لها مسميات تانية كتير. اتفضلي يا حاج. هكون محضره معانا اهوت شفشق ميه، ابدا بقى ازودها اهي يا جماعه، تاخد بقى وتدي مع نفسها كده بقى بالبصل بالطماطم اهي. طبعا بنحط لها ملح برضو يا حاج ولا لا ايه؟ لا، ما تبقى نص سوا احط لها ملح، ما نعملهاش برضو ملح في الاول كده عشان تستوي بسرعه. بقوم برضو نص سوا كده تكون ايه مستويه، يعني ايه نص سوا، ببدا بقى احط لها معلقه الملح بتاعتها كده بقى، تاخد مع نفسها بقى كده، ما تستوي بقى مع نفسها. تسلم ايدك يا حاج، تسلم ايدك وربنا يخليك ألف لنا. هنا يا رب وعافية يا جماعة. نبص عليها كده نشوفها كده، ادي اللحمة اهي كده بقى، نحط لها، هي قربت تستوي كده، نحط لها بقى معلقة ملح اهي، وبعد كده اما ندوق كل ما تعوزها نحط لها تاني. هي كده قربت، بس هتاخد لها غلوة او 2 وخلاص، ونطفي عليها. هي كانت المرقه بتاعتها خست شويه وهي ايه انا زودتها يعني شويه. انا بنحب الشوربه يا جماعه، احنا بنحب الشوربه شويه. دي طبعا اهي بسم الله ما شاء الله، الريحه ما اقولكوش يعني حاجه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك ويديك الصحه يا حاج يا رب. وكده هعمل معاكم رز بشعريه اهو. اعمل رز بشعريه اهو، احمر الشعريه. احنا بنحب الشعريه برز بشعريه جنب الشوربه او جنب الفراخ او اي حاجه، يعني منعملوش رز ابيض، وحسب ما انت تحبي وحسب ما انت عايزه يعني تعملي. اهو جبت اهو شويه شعريه احمرهم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. بعمل معاكم خطوه بخطوه. ويا رب كده بقى، وعايزينكم كده تفعلوا الجرس وتشتركوا معانا، واللي ما اشتركش يشترك، وادعمونا، وكله بحبكم لينا، ودي فضلا مش ليس مش امرا يا جماعه، والله يعني فضلا وليس امرا. اشتركوا معانا بقى في القناه وادعمونا بقى كده، ولايكات يا جماعه، عايزه كده اشوف لايكاتكم معانا. يا رب يعجبكم اللي احنا نعمله، واللي عنده اي حاجه واي راي يعني من عنده يقولهولي في الكومنتات، اي حاجه عايز يقولها، اي حاجه عايز نعملها له، اي حاجه اللي هو عايزه يقول لنا في الكومنتات. شوفي بقى اللحمه كده يا حاجه، شوفي كده اللحمه استوت كده ولا ايه؟ ماشي. على ما ديت تبدا تتشوح. وادي اللحمه اهي خلاص يا جماعه، طفيت عليها خلاص، هي كده استوت وبقت كده تمام على خلاص بقى كده احنا على فكره يا جماعه، انا ما بحبش اللحمه تتحمر، بحب اكلها كده من غير تحمير، يعني في ناس بيحبوا التحمير. الشعريه تحمر. ممكن بقى اجيب الرز كده، اجيب كده الرز كنت غسلاه اهون. معلش بقى ما فيش ستاند ولا حاجه يا جماعه، انا ماسك التليفون كده وبسلم واسلام يعني، وبصور كده ايه معاها يعني.
مفيش ستاند ولا حاجة، يعني بنشتغل بحاجات يعني ايه بدائية كده، يعني على قد حالنا وعلى قد ايدينا، عشان نوصل لكم الصورة تكون احسن حاجة عندنا. يعني انا عارف ان هي مش احسن حاجة بالنسبة لكم، بس احنا بنحاول بقدر الامكان نوصل لكم الصورة كويسة يعني. خلاص وكده خلاص يا جماعه، نحط لها بقى معلقه ملح. طيب عرفنا بقى الرز بيتعقد له ازاي يا حاج؟ انا عارف طبعا ان انا متغربت كتير بعمل كده بالنظر يا جماعه، مش يعني. لا الكيلو الرز عليه لتر ميه. بس يعني ما بياخدش زيادة عن كده يعني. لا لا، مم. في رز انواع بتاخد ميه زياده حسب الرز اللي موجود عنده. انا بصراحه مش عارفه الانواع، بس لا ده بسم الله ما شاء الله، ده الرز المصري، بس طبعا فيه رز امريكي وفيه بسماتي وفيه رز عنبر لاخواننا في العراق كلت انا الرز العنبر ده، بسم الله ما شاء الله، حاجه رز يعني تمن، يعني تمن عراقي اللي هو عنبر يعني. طبعا دي كل ايه الخطوه اهوت، وبنعرفكم كل حاجه خطوه بخطوه. وطبعا ادعمونا واشتركوا معنا في القناه عشان يوصلكم كل جديد مننا من يوميات عائله عوض ماضي. اهو يا جماعه كده نبص على الرز. هذا الرز اهوت نشف اهوت، وعملته بقى العينه صغيره، هسيبه بقى يتردد بقى معانا، يستوي بقى براحته كده. بقى ايه الرز كده يتردد بس، وكده يبقى خلص الفيديو اليوم. ويا رب ينول اعجابكم واشتراكاتكم معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطبعا زي ما بنقول برضو دايما الصورة بألف كلمة، وبنقول برضو دمتم في أمان الله وحفظه وأمنه. وطبعا عايزين دعواتكم يا جدعان. النهارده معانا مصر هتلاعب الأرجنتين النهارده إن شاء الله. طبعا كل العالم العربي أنا عارف إن هو بيتفرج على مباراة مصر. طبعا دعواتكم ودعوات كل العالم العربي بفوز منتخبنا الوطني يا رب العالمين. وزي ما بنقول دايما دمتم في أمان الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.